مساء الخير يا لافينا. في البث المباشر هنكمل الحدوتة بتاعتنا ونقول إن الصورة المنقوشة على هيكل مقبرة سننفر عمد الطيبة أثناء حكم أمنحتب الثاني، يعني سنة 1425، بتظهر فيها حديقة معبد آمون كما كانت في وقته. كانت الحديقة بتقع في مكان متميز مجاور لنهر وربما ترعة، وبيظهر من تصميمها الجيد إن الحديقة مصورة بها 4 برك وأشجار ونباتات ومباني اتصورت كلها في صورة مساقط رأسية حسب العرف المصري. كانت بوابة الحديقة الرئيسية إلى اليمين، ودي أقامها أمنحتب الثاني وعليها نقوش باسمه. إلى اليسار كان هناك هيكل صغير ذو 3 مقاصير متجاورة ظهرت في الصورة فوق بعضها البعض، ويليها بركتين من البرك 4 مكسورة، وقسمت الحديقة بواسطة الأسوار والبوابات بطريقة لا تعبر عن الفخامة بقدر تعبيرها عن الألفة، وبتشغل أشجار الكروم المخصصة للآلهة الجزء الأوسط من الحديقة. كان الكروم اللي هو العنب ينقل على درابزينات ومساند، واحتوت الحديقة على أشجار النخيل والدوم وأجمة من البردي واضحة جدا. قد يمكننا بالفحص الدقيق لسور المقبرة نفسها من تمييز أنواع أخرى من الأشجار، إلا أن صعوبة تسلق المقبرة يحول دون ذلك، كما أن رسومها تلفت بحيث يتعذر تصويرها. وعلى العموم المنظر اتنسخ بالألوان بواسطة بعض الزوار الأوائل اللي زاروا مصر في الحقبتين الثانية والثالثة من القرن الماضي. ومن بين مجموعة الآلهة المصرية مش هنجد إلها حظيت حدائق معبده بالعناية والاهتمام مثل آتون، واللي بيتجلى في قرص الشمس يبعث بأشعته لكل الحدائق في المدينة اللي بناها أخناتون وزوجاته نفرتيتي على أرض بتر بالعمرنة، يعني من سنة 1367 ل 1350. كانت الحديقة جزءا مكملا لمجمع مباني معبد آتون. اتميز فنان العمرنة بمهارة لا تدانى في رسم المعالم المعمارية وما يحيط بها. كانت النقطة دي من نقاط الضعف عند غيرهم من فناني مصر القديمة، وبتوجد صورة ضخمة مرسومة
على جدار مقبرة ماري رع كبير كهنة الآلهة آتون، بتوضح بأسلوب رائع تخطيط حديقة إله الشمس. شيدت عدة مباني داخل النطاق الخارجي للمجتمع مجاورة للمعبد نفسه، وبنجد فيها الأشجار متناثرة بكثافة في أحواض. مستر عبدو طلب ينضم لينا، وطبعا معانا الصديقة العزيزة كوكي. أضخم المعابد ديا بيحتوي على مخازن كتيرة مرصوصة على جانبي فناء مستطيل مزروع بالأشجار. كل واحدة اتقسمت لمجموعتين آخرة. مساء الخير، ازيك يا مستر عبدو؟ مساحة متسعة من الأرض بتفتح عليها المخازن. يا ترى مستر عبدو مهتم بالحضارة المصرية القديمة؟ أكيد. قد أنشأ رواق معمد، الغرض منه كان حجب الأبواب وحمايتها. كانت أعمدة الرواق على شكل نبات البردي، كل عمود منها كان أمامه شجرة. رصت الغرف بسائر المباني على نفس النسق والترتيب. أي مساحات وأشجار في أحواض، إلا أن الأشجار زرعت فيها بين المنازل أيضا، وتشيدت بركتان من باب التنويع، إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة، وذا لإعطاء مسطح مائي. أمكن تمييز أشجار الرمان اللي كان مزهر، ونخيل ودوم وكروم من بين هذه الأشجار. وفي هذا الوقت بدأ ظهور كل من اللوز والزيتون، وهما من الأشجار المستوردة في مصر، لكننا لا نستطيع الجزم بأنهما جلبا على صورة أشجار. كان الغرض من إنشاء حدائق المعابد هو إسعاد الآلهة، ولا شك أنها كانت تبتهج أو تبهج هيئة العاملين بالمعبد. كذلك كان في كميات ضخمة من الأعشاب والزهور، واللي بيستخدمها الكهنة في الأغراض المختلفة، بتجمع في الغالب من الحقول المجاورة. كانت احتياجاتهم لباقات الزهور لا حصر ليها، حيث كانت بتقدم على موائد القرابين. علشان كده ازدهرت هذه الصناعة وكانت رائجة. كان نخت هو المسؤول الأول عن إعداد الباقات الزهرية في عهد آمنحتب بصفة عامة. آمنحتب الثالث، يعني بنتكلم عن 1375 قبل الميلاد، وكان بيدعى بستاني القرابين المقدسة والمقدمة للإله آمون.
معنى ذلك انه كان كبير البستان